فطيبوا لي أن أقف أمامكم نيابة عن مدير الإكمالية وأساتذة الكرام وزملاء التلاميذ لأتقدم لأستاذ القدير الشيخ المغربي محمد المعروف بالطالب محمد بأسماء آيات التقدير والاحترام على ما بذله من جهد ووقت كبيرين في تربية وتعليم النشء. وصدق الشاعر حين يقول: أعلمت أشرف وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، إني لأعذركم وأحسب عبئكم من بين أعباء الرجال ثقيلا. أستاذي الفاضل، أنحني بتواضع وبخشوع أمام مسيرتكم الطويلة الظافرة في سليل التعليم لمدتي 32 عاما، بداية من سنة 64 و900 وألف. ولا ننسى أي جانب هذا كله عطاؤكم الوافي في الوعظ والإرشاد. أستاذي الفاضل، لقد أديتم رسالتكم الشريفة بإخلاص وأمانة، وكل زملائك في الدرب يعترفون بذلك، إداريون كانوا أو أساتذة. أستاذي الفاضل، يحز في قلوبنا فراقك والفراق لا يطاق، ولكن شاء الحكمة أن يكون ذلك. إن كلمات التقدير والعرفان لا تكفي لتعبر عن ما يجيش في خاطرنا وسعادتنا بلقائك في هذه الوقفة التكريمية. لا توصف ولوعتنا لفراقك عامرة